في القرون اللي فاتت الطبقة البرجوازية علشان كانوا يتبسطوا ويستمتعوا بحياتهم كانوا بيروحوا يصطادوا حيوانات. وفضل الطبقة ديت في ملايين من القصص اللي ظهرت اللي بتتكلم بقى عن الصيد ورحلات الصيد ومغامرات الصيد، بس في حد معين كده جه وقلب التيمة ديت وقال لك ايه اللي هيحصل لو الصياد اتحول لفريسة. بعد ما عمل القصة ديت ناس كتيرة جدا بدأت تاخد القصة ديت وتبدأ ان هي تعملها بأشكال كتير، واكيد انتوا شفتوا شكل منها سواء في رواية او في فيلم. فتعالوا نرجع ورا بقى ونقرأ أول شخص عمل التيمة ديت عملها في إيه وعملها إزاي وتقييمي للي هو عمله إيه. القصة القصيرة بتاعت الفريسة الأخضر، وهي بتاعت التيمة إن فكرة الصياد اللي رايح مكان معين عشان يكتشف إن هو بقى هو الفريسة. هي كانت أول قصة تعمل التيمة ديت، وفعلا القصة القصيرة ديت مع إنها 47 صفحة خدت جوائز كتير جدا. وانا لما جيت اقراها اديتها تقييم 4/5، وانا صعب قوي ادي التقييم دوت لقصه قصيره او روايه قصيره او حاجه زي كده. ومع ذلك القصه ديت جامده قوي. وعلى فكرة برغم من انها اول واحدة الا انها حتى الان الفكرة بتاعتها عجباني جدا، موجودة على ابجد لو عايز تقراها، ولو عايز تشتريها اشتريها، واظن ان هي تعجبك. هي حاجة لذيذة كده ممكن تقراها في نفس اليوم، بس جامدة جدا.